سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كالعادة من العاصمة دمياط، عبد أسامة الزيات برحب بحضراتكم جميعا. المهم بتكون يا جماعة نفسيتنا مش كويسة أو عندنا مشاكل زي أي بني آدمين، أو بنمر بأي ظروف شخصية أو اجتماعية، بنحاول نكون محافظين على شغلنا وواقفين على رجلينا. ده حق السادة العملاء علينا. صورت من كذا يوم 3 صالونات على أعلى مستوى وحطيت فيهم سعر هايل، وقلت رزق اللي بيشتري. الحمد لله احنا صادقين، والحمد لله لما بقول لكم انا بسوق ل 170 معرض وتاجر ومصنع ونجار فهذا هو الحق. انا عمري ما طلعت قلت لكم عندي صرح اساس ولا مول ولا كلام من كده. قلت انا مجرد بسوق ل 170 معرض القطع الحلوه، ولكن شرط الاتفاق بستلمها خامه وتشطيب وخشب ودهان، وفي نفس الوقت بستلم السعر العادل للمنتج وبحطه لحضراتكم على العام. وهتلاقوا ده مكرر في اكتر من 2000 فيديو. ما اعتقدش في حد في جمهوريه مصر العربيه ولا قناه في جمهوريه مصر العربيه سواء يوتيوب تيك توك فيسبوك بيحطوا السعر على العام بفضل الله غير مبادره تعالى دمياط. اشترى مني الصالون ده استاذ احمد من اسكندريه، ولكن مقيم نيويورك. بنكون له بيته، بنطلع له عفش راقي جدا بيشرف اي حد على اعلى مستوى. وانت كمان تقدر زي الاستاذ احمد تشتري حاجتك وانت قاعد في اي مكان في الدنيا. هتقدر تتعاقد مع مبادره تعالى دمياط وهتقدر تشتري المنتج اللي يعجبك، وتقدر كمان تستلمه في المكان اللي انت هتحدده. بس دايما فيديوهاتنا باسعار على العام ولكن بيكون سعر المنتج فقط، مفيش معاه شحن ومفيش معاه تطليع او تركيب. ان وجد قبل ما اختم الفيديو الصالون المميز ده كان معانا برضو في نفس الفيديو لل3 صالونات بعد اجازة العيد، تعاقد عليه حد طيب جدا من كفر الشيخ، استاذ عبد العزيز ولا عبد العظيم بس اتاكد عشان ما اقولش اسمه غلط، لانه عم عبد العزيز البرعي من كفر الشيخ تعاقد على هذا الصالون وطلب بدل اللون الزيتي اللون السماوي التلجي الجميل، ووعدته انه هيطلع قوي جدا وناجح جدا وراقي جدا. وتقدروا انتوا كمان تشتروا من منتجاتنا لما بيكون خط الانتاج مفتوح وتطلبوا الالوان او التعديلات اللي هتناسب ذوقكم ديكوراتكم، النجفه والدهان والسجاده وهكذا. احنا يا جماعه شبهكم وانتوا شبهنا، واحنا طبعا متوسطه فعلا ما بندعيش ذلك وما بنحاولش نكبر نفسنا او ندي نفسنا اكبر من حجمنا، ولكن هي المصداقيه. لما بنتعامل معاكم بمصداقيه بنلاقي النجاح. ما بنبصش ان احنا ناخد 300 او 500 او حتى 700 جنيه في غرفه ولا بتاع كلام فارغ، ولكن بنسيبها لرب العالمين وبنسيبها ان احنا نطلع سمعه حلوه لمدينه دمياط ونبيع منتجات دمياط. الحمد لله عاملين صورة مشرفة جدا جدا جدا، عاملين اجتهاد جدا جدا جدا. مش حابب اطول وقت الفيديو اكتر من كده عشان ما تتضايقوش. شكرا لكم حسن المتابعة وحسن الاستماع. بس اخر حاجة بقولها، لو كملت معايا الفيديو للاخر، انا عندي حلم شخصي ل1,000,000 مشترك على يوتيوب، بتمنى ان انت تكون حد منهم. شكرا لكم وسلام الله عليكم، واستنونا تاني قريب. عبد أسامة الزيات من العاصمة دمياط.